السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ندوزو ان شاء الله باش نكملوا البلاطو ديالنا ديال المملحات. ندوزو ان شاء الله اليوم نحضر معكم المحينشات اللي كيجيو غزالين، واحد العجين اللي كتجي رائعة وكتجي بحال دايرينهم بالورقة، يعني كتجي زوينة وكتجي في نفس الوقت رطبة وفي نفس الوقت مقرملة. المهم هنايا عندي نص كيلو ديال الدقيق فورس اللي من النوعية الجيدة، عندي واحد شويه ديال الملحه، واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده هكايا باش تجيكم ديك القرمشه وفي نفس الوقت تعطيكم الحموريه، وواحد 3 ديال المعالق ديال الزيت النباتيه، وعندنا واحد الخماره حمراء هي اللي درت هنايا. صافي غنعجن هاد العجينه بالماء من الروبيني عادي. هاد العجين هادي يمكن لكم ديروا بها بزاف د الحويجات، يعني هكايا اللي كتبغيهم هكا كيجيو بحال دايرينهم بالورقه. يمكن ديروا مسيمنات، يمكن لكم ديروا بسيطلات هكا الناس اللي تتكون بحال هكا بعيده عليهم الورقه ولا شي حاجه، غير تعرفوا كيفاش تخدموهم، يعني ترقوهم وتخدموا بهم بسيطلات اللي كيجيو رائعين وكيجيو زوينين وكيجيو مقرمشين. ممكن لكم تخدموا بهم سيجار، يمكن لكم تخدموا بها هاد العجين بزاف، عندها بزاف الاستعمالات. المهم هاد العجين هادي راه غنجمعها، ما غاديش نجريها بزاف، غنخليها واقفه واحد شويه وغير غنجمعها، يعني ما غاديش ندلكها. الطريقه اللي كندير ليها انا كنجمعها هكايا، كندهنها بواحد شويه ديال الزيت صافي، وكنحطها هكايا في واحد البلاستيكه، نعقد عليها هكايا مزيان يعني صافي، وكنحطها على جنب. كتلقاو هاد الكات راسها براسها، يعني كتولي رطبه وكتولي ملسه كما كتشوفوا. هنا راه غير كنجمع، راه ما دلكتهاش يعني عطيتها شي جهد ولا شي حاجه، لا. هاد الطريقه هادي ديروها في الميكا. بحال دابا مثلا انا كنت بغيت نخدم بها نقدر نعجنها في الليل وندهنها هكايا بالزيت ونغطيها هكايا، نديرها في البلاستيكه ونخليها غير فوق البوطاجي حتى نبغي نخدم بها الغد الاخر ونخدم بها. ها نتوما كما كتشوفوا صافي، هذه هي الطريقه اللي غندير لها. صدقوني هاد العجين كما قلت لكم راه غتخدموا بها بزاف ديال الحوايج. هنايا راه غير كنجمع ديك العجين، ما كتبقاش فيها لا دقيق لا والو، صافي كنعرفها صافي ونخليها بلا ما زعما ديروا معاها شي مجهود اكثر من القياس. المهم هاد العجين هادي كما قلت لكم يمكن لكم تخدموا بها السيجار، يمكن لكم تخدموا بها كما قلت لكم بسيطات هكايا صغار، الناس اللي تكون بعيده عليهم هكايا الورقه. المهم كتخدموا بها بزاف ديال الحويجات وراه كتجي مقرمشه وكتجي زوينه. هذه هي الطريقه اللي كندير ليها انا صافي، وكنخليها على جنب، حيت اصلا هي ما فيها لا خميره لا حتى حاجه، كتبقى يعني ترطاب ديك العجين ديالها وكتجيكم ساهله. المهم هنا غندوزو الحشوه باش غنعمر هاد المحينشات هادو، وانتم يبقى لكم الاختيار. المهم هاد الحشوه هادي كتجي بنينه وتجي زوينه. هنا عندي واحد الكميه هكايا ديال البصله اللي غندير، اللي درتها هكايا في الهاشوار، يعني شلطتها. ما تطحنوهاش بزاف حتى كتطلق لكم الماء، غير هاشيوها غير شويه هكا باش ما تطلق لكمش البصله الماء وتعذبكم ملي تكونوا تشحروها. المهم هنايا كما كتشوفوا درت واحد العويد هكا ديال القرفه، من بعد ما غسلته درت عويد ديال القرفه كما كتشوفوا، وغندير واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار صافي، وغنرجع هذا الشيء يتشحر فوق البوطه. البصله مع شويه ديال كما هنا عندي الكفته، البصله مع شويه ديال الابزار. ديروهم البصله راه تتجيكم دغيا كطيح، يعني ما كتعطلش لكم البصله ودغيا كطيح. المهم هنا عندي واحد جزره هكايا او خيزوه اللي حكيتها هكايا في ديك الحكاكه الرقيقه تجي هكايا طويله، وواحد القريعه صغيره حتى هي حكيتها، راه كتجي هاد الحشوه بنينه بزاف. وعندي هنايا واحد الفلفله كما كتشوفوا خضراء اللي قطعتها ضويمات رقاقين. هنايا من بعد ما طاحت لينا البصله ديالنا شوفوا كيفاش كدير. ما عمركم ديروا في العطريه في البصله من الاول، الا درتوا العطريه من الاول في البصله ما كطيحش لكم وكتجيكم مكنزه وكتجي فيها واحد المذاق ما زوينش. ولكن فاش كديروا غير شويه ديال شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار صافي كتشحروا به، واحد العويه ديال القرفه كينسمها لكم كتجي زوينه. المهم هنايا هرزت الثومه راه نسيتها، المهم الثومه خصكم ديروها مع البصله. المهم هنايا من بعد ما تشحرت لينا ديك البصيله زدت عليها دوك الخضر صافي، وزدت هنايا هاد الكفته، وتبقاو ديروا الكفته بحال هكا باش تجيكم الكفته كامله مسرحه هكايا، ما تجيكمش الكفته يعني يكونوا تجمع لكم الكفته مع الحشوه باش ملي تكونوا تعمروا تجيكم زوينه. المهم هنايا كما كتشوفوا درت واحد شويه ديال العطريه المكسيكيه،
واللي ما عندوش بغا يدير غير شويه ديال الهريسه وشويه ديال التحميره هكايا يديرها. المهم درت شويه د العطريه ديال العطريه المكسيكيه، ودرت شويه ديال العطريه ديال المسمن، كتجي واعره وكتجي زوينه، وشويه ديال التحميره. هاد العطريات هادو راه هما اصلا فيهم الهريسه، يعني كيجيو فيهم الهريسه. الا بغيتو ديروا غير القياس باش ما يجيكمش حار، يعني الناس اللي ما كياكلوا الحار ما ديروهمش. صافي هنايا كما كنشوفوا خليوها تشحر مزيان حتى كتشرب داك الماء ديالها مزيان. هنا من بعد ما شديت الشعريه هذه فيغميسيل، درتها هكا رقتها في الماء. هاد الشعريه ديك ديال الروز كتجي واعره وكتجي زوينه ورقيقه. المهم شديتها شحر، درتها شويه ديال الماء يكون غير دافي وخليتها ترقدات. من بعد صفيتها وزدتها دابا على هاد الحشوه هذه صافي، وغنبقى نحرك فيها يعني حتى تنشف ليا ديك الحشوه، ما يبقاش فيها الماء باش ما تقطعش لكم الورقه. هاد الطريقه هذه ديال هاد الحشوه كتعجبني انا. هاد المحنشات المهم اي حشوه درتهم كتجي بهم زوينه، ولكن هذه ديال الكفته كتجي بنينه بهم وكتجي زوينه. المهم هنايا خليت الحشوه ديالي سرحتها هكايا، خليتها باش تبرد، ودزت هنايا العجين. شوفوا العجين كيفاش اللون ديالو وكيبان لكم ملس، يعني كيجي زوين في الخدمه ديالو، كيجيكم ساهل وطلقات لكم ديك العجينه على خاطرها. المهم هنايا كما كتشوفوا ديروهم على القياس اللي بغيتو نتوما. بغيتو قد داك القياس اللي درت انا، بغيتو ديروهم صغار، بغيتو ديروهم كبار، نتوما لكم الاختيار. المهم هنايا كنمس يدي غير بشويه ديال الزيت صافي، وكنسرحهم وكنحطهم هكايا. انا كنسرح بحال هكا وكنحط وحده حدا وحده باش كتجيني في الخدمه سهله، يعني كتجيني متلوقه وكتجيني دغيا كنسربي. ايوا المهم ما تنساونيش بالبصيمه ديالكم، وما تنساونيش كما قلت لكم بارطاجيو لي الفيديو مع الاهل والاصدقاء. وإلا عجبكم المحتوى ديالي شجعوني بزاف، واللايكات البنات، اللايكات ما تنساوهمش، بقاو تفرجوا في الفيديو وتنساوهم، وما تسرعوش دائما الفيديو. كنقولها لكم ما تسرعوش الفيديو باش تعرفوا يعني كل حاجه كيفاش الطريقه ديالها وكيفاش هذا، لان فاش كتسرعي الفيديو راه كيدوزوا عليك بزاف ديال الحويجات وبزاف ديال النصائح. المهم هنايا كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه وعلى التعاليق ديالكم اللي كتحفزني، راه تنقراهم كاملين. وشكرا لكم بزاف البنات. واي وحده بغات شي حاجه تسولني راه تخليها ليا هكايا في التعاليق وغنجاوبها عليها ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف. المهم انا كندير معكم شي حاجه اللي كنخدمها دائما، وشي حاجه اللي كنكون يعني كتصدق لكم، يعني ما فيها لا حلوف لا كذوب لا حتى حاجه. اي حاجه كنديرها معكم بصدق. ونتمنى الفيديو يعجبكم ويعجب بزاف ديال الناس الا تفرجتوا فيه وعجبكم. ما تنسونيش كما قلت لكم غير بالبصيمه ديالكم. وشكرا لكم. هنايا راه ما دوش على داك الورق هذا كنت طيبت فيه داك الشيء علاش، ولكن راه انا كنت كما قلت لكم هاد المملحات كنت كنخدمتهم في النهار هكا في نهار واحد. المهم هنايا كما كتشوفوا ملي كتسرحوا ديك العجين شوفوا راه حتى كتبان لكم يعني البلاصه فين كتخدموا. شوفوا هنا راه كما كيبان لكم كنرققها مزيان، وفاش كنكون نجمعها هكا راه ما كنجمعهاش ونزير. فاش كندير لها هكا داك الشكل حلزوني راه ما كنزيرهاش باش ما تجيكمش معجنه من الداخل. راه شوفوا الورقه راه تتبان لكم الحشوه، وطبيعه الحال الحشوه راهي بارده. شوفوا كيفاش كندير ليها، راه ما كنزيرش بزاف، يعني كنخليها مرخرقه باش تلقى ديك المحنشه فاش طيب، فهمتي؟ صافي هنايا كما كتشوفوا هنا راه غنشعل الفران. انايا من نكون خدامه بحال هكا غنشعل الفران باش يسخن ليا من الفوق ومن التحت. غنشعل الفران من الفوق ومن التحت صافي، وغنخلي الحراره ديالو عاديه ما غنقصو حتى حاجه صافي. وغندهنهم بواحد شويه ديال البيض مع شويه ديال صوص صويا صافي، وغنرجعهم. هذاك كيعطيهم واحد اللوين وكيعطيهم واحد التحميره كتجي واعره. وهاد المحنشات هادو كما قلت لكم بهاد العجين هذا اللي قلت لكم فاش كطيبوهم وتخليهم يعني ما غاديش يبردوا لكم ويلواو ولا كيجيوكم هكايا معجنين، ولا كيجيوكم كما كنقولوا هكا بحال ولاو بحال المسكه هكا كيتلصقوا ولا شي حاجه. لا، تتبقى ديك العجين ديالهم زوينه في نفس الوقت مقرمشه وفي نفس الوقت رطبه. المهم هنايا ما تكتروش بزاف. عاوتاني البيض ملي تكونوا دهنوهم راه غير واحد شويه هكا باش كيعطيهم داك اللوين هكايا ذهبي، وتيجي داك اللوين ديالهم محمر وكيجي زوين. المهم هادو هما المحنشات ديالنا. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. وانتم لكم الاختيار كما قلت لكم اي حشوه بغيتوا ديروها يمكن لكم ديروها غير انا
ننصحكم هكايا بالكفته كتجي واعره وكتجي فيهم واحد البنه. ومهما انا كما شفتوني دايره بلاطو ديال المملحات، كل حاجه درتها يعني بذوق، وكل حاجه درت ليها العطريه ديالها، وكل حاجه يعني وحده وهذوك المملحات ما شاء الله كل وحده كتاكليها كتحسي بالمذاق ديالها، يعني ماشي نفس المذاق، يعني كل وحده. هادشي اللي قصدت لكم. يعني ملي تيكون عندكم بلاطو هكايا ديال المملحات كبير بحال هكا، من الأحسن نوعو هكايا في الحشوة كل حاجة عمروها شي بالكفتة، شي بلدان، شي بالطون، باش يجيكم المذاق ويجيكم هكايا مختلف، يعني كل حاجة كتاكلوها كتلقاو فيها مذاق. المهم راه غندخلهم يطيبوا، من بعد ما طيبوا غنخرجهم نوريكم الشكل ديالهم كيفاش جاو. ها هو الشكل ديال المحنشة تبارك الله ما شاء الله. شوفوا كي جاو، شوفوا راه جاو واعرين وجاو بنانين، واللي بغى يديرهم صغار من هادو راه نقصوا غير من العجين وديروهم. المهم كنشكركم بزاف بزاف على الفيديو وعلى التشجيعات ديالكم، كنشكركم بزاف. شكرا لكم بزاف بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده ومع المملحات. نكمل معكم البلاطو ان شاء الله ديال المملحات، وندوز ان شاء الله المعسلات. شكرا لكم بزاف بزاف.